السلام عليكم. فيديو النهارده ان شاء الله سهل وسريع وبسيط. لو واكله حاجه تقيله، معدتك تعبانه، الهضم بتاعك مش تمام، عندك خمول وزهقانه ومتعصبه وحاسه انك هبطانه كده ومش قادره تعملي حاجه، هتعملي كوبايه العصير دي وتشربيها على الريق كده ومعدتك فاضيه، او قبل ما تنامي بنص ساعه، وادعي لي ان شاء الله على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين. محتاجين ل3 علب زبادي وموزتين وجوافيه. علبة الزبادي 105 جرام، تمام، وشوية مية صغيرين ممكن تستبدليهم بلبن، لكن أنا حبيت أحط المية عشان الزبادي كده كتير قوي. الجوافة أهم حاجة بعد ما تغسليها وتقطعيها تشيلي البذر منها، تمام كده. أنا هعمله سموذي تقيل كده مركز، وإن شاء الله فايدته أكتر من إنه حيلا عصير هشربه وخلاص. لا، أنا عايزة حاجة كده تنزل تظبطني وتفيدني، مش هشرب كده وبس. في الخلاط كده هنزل ب3 كوبايات العلب او 3 علب الزبادي، زي ما قلت 105 جرام، يعني انا حاطه هنا في الخلاط حوالي 315 جرام، اكتر من ربع كيلو. كميه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك، لا باس بيها. فعشان كده هتلاقوه حلو قوي قوي، مريح للمعده قوي قوي قوي، للناس اللي دايما بتشتكي من معدتها وان الاكل لما بينزل فيها بيحصل لهم بالبلدي كده الحمو ده. هنزل بس بنص كوبايه ميه، ممكن تستبدليها باللبن، لكن عشان انا عندي زبادي كتير فحطيت شويه ميه بس يحركوا لي الخلاط. بعد كده هحط صباعين الموز والجوافه، تمام. وممكن بقى تحطي سكر، تحطي عسل، اللي يريحك. انا هنا مش هحليه لاني هشربه بالليل. هينضرب في الخلاط كويس جدا جدا، وبعد كده بسم الله وتبداي تصبيه وتشربيه بالف هنا وشفاء. اشربي كده، واول بق بينزل كده في معدتك فعلا هتحسي بفرق رهيب، هتحسي براحه وانتعاش وحاجه كده فعلا بتخش تطبطب على قلبك جوه. ممكن تضيفي اي منكه يعني زي فانيليا او روح موز، لكن انا حبيته طبيعي 100%. بصوا بقى ناعم قد ايه، تقيل ما شاء الله لا قوه الا بالله، رائع. اشربي بقى كده وقولي بسم الله الرحمن الرحيم وجربيه. ولو عجبك يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك او السبسكرايب، وتفعلي علامه الجرس عشان يوصلك كل جديد بنعمله ان شاء الله. يامي، فظيع بجد بجد، فظيع فظيع فظيع، جربوه. كلي بقى زي ما تاكلي وعكي، وبعدين اعملي كوبايه العصير دي وادعي لي. تاني يوم بقى كان فايض معايا شويه حلوين كده، ممكن تخففيهم بمعلقتين من اللبن عشان هو كان تقيل قوي. كان ساقع فظيع بجد، كان طعمه حلو جدا جدا وهو ساقع. اشربي الكوبايه دي على الريق كده اول ما تقومي زي ما انا عملت، هتحسي بانتعاش وداخله كده على الحياه بقلب كده مبسوط وفرحانه من جواكي. والله العظيم بجد العصير الصبح كده لما يبقى مركز وتقيل بدون سكر، تشربيه على الريق كده، هتحسي فرق فظيع في يومك وفي شخصيتك نفسها. طول الوقت هتحسي انك رايقه، اعصابك هاديه مبسوطه، تلاقي نفسك كمان خفيفه، هتلاقي الحركه بتاعتك خفيفه كده، وبتشتغلي وبتعملي كل حاجه ما انتيش مرهقه. العصير حلو قوي قوي لما يبقى مركز.